أحيي أبناء أبا كاظم، أحيي أسرة الشهيد عاطف محمد عاطف، أحيي أسر الشهداء الثورة السلمية لأبناء الجنوب الأحرار. أيها الأخوة الحاضرين جميعا، مهرجان اليوم هو رسالتنا الأولى وهو صفحتنا الأولى، مهرجان الوفاء للشهيد عاطف محمد عاطف. عاطف محمد عاطف ترجل إلى شهداء الثورة السلمية الجنوبية. عاطف محمد عاطف ترجل إلى شهداء الثورة السلمية وتوفي تاريخ 24/12 عندما قدم من المديرية الاتصال هاتفي مع قيادة الحراك الجنوبي في موقع الاتصال، ولغي حتفه في حادث مروري مروع. أيها الأخوة، أننا نعزي باسمكم أسرة الشهيد عاطف محمد عاطف، ونجدد العهد للشهيد عاطف محمد عاطف ولكل شهداء أبناء الجنوب الأحرار أن على دربهم سائرون. عادا للشهداء والموت العار للجبناء، عادا للشهداء والموت العار للجبناء، عادا للشهداء والموت العار للجبناء، عادا للشهداء والموت العار للجبناء. أيها الحفل الكريم، أننا مقدرين كل شعورهم، مقدرين ذلك اللحظة، تلك المأساة الذي أصبنا بها صوب الجلل من قضاء من قبل شهيدنا البطل الذي ترجل شهداء الثورة السلمية عاطف محمد عاطف. أننا أصبنا بصوب جلل خطير جدا على حراكنا السلمي، ولكننا اتغمد البغيد واسعى جناته ولا اهل السر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون. عاطف محمد عاطف عاش بطلا وتوفي بطل، لن يوما من الايام انحنى، ولن يوم من الايام مد يد لاحد، ولن يوم من الايام بايع في قضيته الجنوبيه. عاطف محمد عاطف هو الرجل الاول وهو الطريقه الاول التي اتى في هذا اليوم ومثل هذا اليوم يحضر فعاليات شباب الجنوب الأحرار كل صباح وكل ساعة في مثل هذا اليوم. ونعاد عاطف محمد عاطف وشهداء الثورة السلمية بنا على دربهم سائرون، المجد الخلود لشهداء الثورة السلمية. عاش البطل المناضل الزعيم علي سالم البيض، ولترتفع راية الثورة السلمية خفاقة في سمارة الجنوب الأحرار. والسلام عليكم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة شكر وتقدير. احنا أسرة وقبيلة الشهيد البطل الشاب عاطف محمد عاطف السعيدي، رئيس اتحاد الشباب الجنوب بالمدينة المحفد، نتقدم بالشكر والتقدير إلى قيادة وناشطي الحراك السلمي الجنوبي بالمديرية، وعلى رأسهم رئيس مجلس الحراك السلمي بالمديرية الشيخ عوض علي سبولة، على قدومه لنا وتقديم لنا العزاء في مصابنا الجلل. ولهذا دليل على الاحترام لشهيدنا ولنا جميعا، ونحن نقدر ذلك المجهود الذي بذل من قبله. كما نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى الأخ العزيز ناصر علي الجدحي، الأمين العام للمجلس الحركي بالمديرية، على الجهود التي بذلها من أجل سمعة الخبر والمشاركة معنا وتقديم لنا العزاء ووقوفه باستمرار إلى جانبنا، وذلك تقدير لشهيدنا لما قدم من نضال من أجل القضية الجنوبية حتى لحظة الشهادة. وبهذا كما نشكر كل من شارك معنا في مراسيم الدفن للجنازة من الشيوخ وأعيان وشخصيات اجتماعية من أبناء المديرية وخارجها. وكما نشكر كل من شارك معنا في هذا اليوم لوفاة الشهيد. وبالأخير نطالب قيادات الحراك بالمديرية والمحافظة على بذل جهود من أجل الذكرى الأربعينية لشهيدنا. وشكرا أخوانكم أهل سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأخ مهدي أحمد منصر. والآن إلى كلمة اتحاد شباب الجنوب، ألقيها عليكم نيابة عن اتحاد شباب الجنوب. وعندنا سيرة حياة شهيد المناضل البارز المغوار عاطف محمد عاطف.
لقد كان الشهيد من الأوائل في تأسيس جمعية الشباب العاطلين على العمل، وكان رئيس لها آنذاك رغم الإغراءات من السلطة في المديرية وترك رئاسة الجمعية مقابل توظيفه مدرس تربوي، إلا أنه رفض رفضا قاطعا رغم ظروفه الصعبة وظروف أسرته الصعبة، وفضل قضية الشعب الجنوبي على مصلحتها الخاصة، وظل يعمل جاهدا مع أخوانه في جمعية المتقاعدين العسكريين في تحويل تلك الجمعيات الحقوقية إلى معترك سياسي لتوضيح قضية الشعب الجنوبي وإيصالها إلى الرأي العالمي. وقد كان شهيدنا رحمه الله الشهيد عاطف محمد عاطف من السباقين في حضور مهرجانات أبناء الجنوب في أبين مع الشيخ طارق الفضلي، وفي لوبر مع الأخوة قيادة الحراك وعلى رأسهم محمد علي السعدي، وفي ردفان وعلى رأسهم القيادي في الحراك السلمي ناصر الخبلي، وفي عدن مع الدكتور المعدري ومع صالح يحيى، وفي شبوة مع زعيم الحراك الجنوبي الأخ المناضل ناصر علي النوبة، وفي الطالع مع شلال علي شايع، وفي المهرة مع سعيد سعيدان، وفي كل الجنوب. وهذا تخص منها الحراك السلمي الجنوبي واتحاد شباب الجنوب، وقد كان من المؤسسين لاتحاد شباب الجنوب في الجنوب عامة وفي المحافظة وفي المديرية، وعمل رئيس لاتحاد شباب الجنوب في مديرية المحفد حتى استشهاده يوم 24/12/2011، وهو في مهمة عمل تخص إلى موقع تواجد الاتصالات لكونه يجري اتصالات مع قيادة جنوبية رفيعة المستوى في قيادات الجنوب وفي قيادة اتحاد شباب الجنوب شخصيين وأبناء الجنوب العامة. فعندما وقع حادث مرع ويعتبر الشهيد شهيد الواجب الجنوبي، والشهيد من مواليد 1984 ميلادية على المستوى التعليمي ثانوية عامة كلية التربية دبلوم متوسط مديرية مودي، وعمل مدرسا متطوعا في مدرسة بيغة قرية الشهيد على يحيى بيغة. رحمك الله يا شهيدنا، ونعاهدك عهد الشهداء أن سائرون في دربك حتى استعاد دولتنا. عاهدنا كل الشهداء والجرحى والمعتقلين لن نتراجع لن نخضع حتى ترضى المحتلين. هذا الشعار الذي ننشده ونتقنى به كل يوم في الأسبوع وكل ساعة في الأيام، هذا الشعار الذي عاهدنا أنفسنا أولا وعاهدنا جرحانا ومعتقلينا، عاهدنا كل شرفاء هذا الوطن. هذا الشعار الذي أطلقناه بأسدناه وبسن كل الشرفاء والأحرار، هذا الشعار الذي أطلقناه عام 2007 ضراوة الانتفاضة الشعبية الجنوبية العارمة، هذا الشعار أطلقناه وتقنينا به في كل ساحات النضال وميدان الجنوب الأبية. ولن نتراجع ولن نخضع ولن نتردد ولن نبخل ولن نخذل ولا نخذل شهداءنا الذين سقطوا تحت هذا الشعار إلا بنصر إن شاء الله وبإذن الله تعالى. وفي مقدمة شهيدنا المغوار الذي علمنا دروب الحرية وعلمنا القيم والأخلاق الحسنة، وهو مدرستنا النموذجية الذي تعلمنا فيها طريقة الكفاح والمسلح والنضال السلمي، الشهيد البطل عاطف محمد عاطف رئيس اتحاد شباب الجنوب. رحمك الله يا شهيدنا، الأخ الشهيد الراحل من ساحات التي صنعتها بنفسك أنت ورفاقك ساحة أحرار باكازم وسط الشارع العام بالمحفد. أقول لك والله أن على عهدك سائرون وعلى دربك ماضون، وأننا سنبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق هدفك وهدفنا المنشود جميعا، ألا وهو نعيش كما عاشت أيها الرجل، ألا وهو استعادة دولتنا وعاصمة عدن واستعادة هويتنا وكرامتنا، وأن نعيش كما عشت أيها الراحل حرا ومناضلا أبيا ورفضت كل ممارسات الاحتلال والذل والطغيان، وعشت حرا كريما معافى حتى توفاك الأجل، فأنت حي بيننا لن تموت أبدا بتاريخك يا أخونا يا عاطف. وذكر خطيبتك كما قالها الشاعر قد تموت الرجال ولكن لن يموت تاريخها. ومن هنا اليوم أن أعزي نفسي أولا وأعزي كافة اتحاد شباب الجنوب وقيادات الحراك السلمي بمديرية المحفد وفي الجنوب عامة لتحرير الجنوب خاصة والجنوب عامة، وكما أعزي أهله وأهل سعيد عامة، وفي مصابهم ومصابنا الجلل جميعا في وفاة شهيدنا بطل عاطف محمد عاطف رئيس اتحاد شباب الجنوب، وأن يدعي ربي أن يتغمد شهيدنا وواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهل وليه الصبر والسلوان، وأننا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.